أهلا بكم إلى فيديو جديد. فضيحة جديدة لبريطانيا في الوقت الذي كان يصرخ ديفيد لامي ويطالب بوقف الحرب ويتهم إسرائيل بأنها تمارس إبادة جماعية. كانت الطائرات البريطانية تحلق فوق قطاع غزة وتقدم معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي لمواصلة القتل وتحديد أهداف إضافية، وتتجسس أيضا لإعطائهم إحداثيات الأسرى. صحيفة التايمز يوم الثلاثاء فجرت مفاجأة كبيرة عندما نشرت تقريرا عن استمرار الجيش البريطاني في نشر طائرات التجسس. وهذا تقرير حديث، أي خلال هذه اللحظات وأنا أتحدث هذه الطائرات تحلق، وخلال ما كان ديفيد لامي يصرخ كانت الطائرات تحلق. الصحيفة قالت أن هذه الطائرات يتم تسليم المعلومات التي تجمعها مباشرة للجانب الإسرائيلي، وأن هذه الطائرات توفر معلومات عن ليس فقط عن حركة الأسرى وإنما أيضا عن أهداف في قطاع غزة تعطى لإسرائيل لتقصف وتقتل. وزارة الدفاع طبعا رفضت الرد، لكن الفضيحة مجلجلة. حال بريطانيا حالها حال كندا التي تقول أنها تريد الاعتراف بفلسطين لكن سلاحها يتدفق على إسرائيل. بريطانيا في هذا التقرير تبين الكم الذي تتورط فيه أو إلى أي مدى هي متورطة في حرب الإبادة.